صباح الخير والسعادة. دايما لما بغيب بس برجع لكم بحاجة حلوة، وحاجتي الحلوة النهاردة من مدينة الإسماعيلية، وهو متحف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، أو المتحف الجديد بمدينة الإسماعيلية. والمتحف لسه ما تمش افتتاحه رسمي، لكن هيفتتح رسمي بعد افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة. ومواعيد دخول المتحف من 9 ل5 يوميا. سعر التيكت للمصري 40 جنيه للمصري وللعربي، و20 جنيه للطالب، و300 جنيه للأجانب، و150 جنيه للطالب الأجنبي. المتحف مساحته حوالي 10,000 متر، متقسمة طبعا ما بين الساحات الخارجية زي ما احنا شايفين، كلها طبعا مليانة حاجات خاصة بقناة السويس، وغير بقى القاعات الداخلية 12 قاعة. عايزة اقول ان كل قاعة بتخشوها احلى من التانية، كل قاعة بتحكي قصة من قصص قناة السويس. بس مش قناة السويس اللي احنا عارفينها، اللي هو جه ديليسيبس وحفر القناة والايام الاحداث اللي حصلت وقتها، لا، الاحداث جوه بتحكي من ايام حفر قناة السويس، ان هو ابتدى من الدولة المصرية الاولى، من ايام سنوسرت الثالث وملكة حتشبسوت ورمسيس الثاني. فالفكرة موجودة من ايام الفراعنة. كل الممرات اللي انا ماشيه فيها دي الممرات اللي جوه المبنى، اللي فيه القاعات اللي فيها بقى العرض جوه. والحقيقه العرض جوه شيق جدا جدا، يعني القاعات متقسمه صح، تاريخيا متقسمه صح. بجد انا كان نفسي اصور لكم من جوه القاعات، بس ممنوع التصوير نهائي لحد افتتاح المعرض. طبعا التصوير ممنوع بس مسموح بس في الساحات الخارجيه زي ما انا بصور كده. حتى الفيديو تقريبا برضو مش بس انا كنت بصور. يعني من اول ما بتدخل المتحف بيكون في مرشد سياحي بيرافقك، وطبعا بيشرح لك بقى باستفاضه كل حاجه، سواء في القاعات الداخليه او في القاعات الخارجيه. ولما بتشتري التيكت بيديك خريطة فيها المكان جوه، وفيها الخريطة بتاعت المكان جوه، لان انت اول ما بتدخل لك مسار بتمشي فيه لحد ما تخلص 12 قاعة. المتحف فيه حوالي 2000 قطعة أثرية، ده عدد المقتنيات اللي جوه المتحف. والمبنى بتاع المتحف نفسه اتبنى سنة 1862. المتحف موجود جنب مديرية الأمن الإسماعيلية وجنب فيلا ديليسيبس. من اول القاعات اللي موجودة جوه هي فكرة ربط البحرين، اللي هو البحر الاحمر والبحر المتوسط، كانت فكرة سنوسرت الثالث من الاسرة الثانية، وده طبعا عشان يوطد حركة التجارة بين الشرق والغرب. كمان بيشرح ان في اصلا كان في قناة اصلا، يعني كانت المراكب بتيجي من البحر المتوسط بتدخل في نهر النيل لحد الزقازيق، وبعد كده بتخش جوه البحيرات المرة لحد البحر الأحمر، لأن كان كل ده كده مربوط ببعضه. بس جت عوامل التعرية طبعا وكده قسمت، خلت مفيش بقى تكونت يعني زي سدود أو كده عند البحيرات المرة والبحر الأحمر، فما بقاش فيه مجال إن السفن تعدي. وده طبعا مرورا بقى بالتاريخ كله بقى، حتى عهد البيزنطيين، وكمان لحد ما جه عمرو بن العاص فأعاد بقى الملاحة للقناة اللي موجودة وقتها، وسماها قناة أمير المؤمنين. مش بس كده، ده عمرو بن العاص فكر ان هو يربط البحر الأبيض بالبحر المتوسط، لكن الخليفة عمرو بن الخطاب وقتها طبعا مرضاش، لأن اعتقد ان شق قناة بين أو برزخ وقتها بين البحرين هيعرض مصر كلها للغرق. وبعد كده في العصر العباسي سنة 760 جه أبو جعفر المنصور وردم القناة خالص، والنتيجة للردم ده اتعطلت الحركة الملاحية بين البحر الأحمر والبحر المتوسط لمدة 11 قرن تقريبا. كانت بتستخدم بقى وقتها الطرق البرية في نقل التجارة، لحد ما جه محمد علي وأمر بإصلاح جزء من القناة عشان يرووا المنطقة الواقعة بين العباسية والقصاصين. بعد كده بقى بدأ التاريخ الحقيقي لقناة السويس من فرمان الامتياز الأول، واللي انتهت بقى أعمال الحفر بعد كده سنة 1869. كل الكلام ده انت بتعرفه حقيقي جوه المتحف، متقسم كده الحقب التاريخية.
من اهم برضو القاعات اللي جوه قاعة جمال عبد الناصر، وده تمثال جمال عبد الناصر. هو بيقول الخطاب التاريخي بتاعه في اعلان تأميم قناة السويس سنة 1956. وطبعا كلنا حافظين مقولة اللي قالها ايه: وتؤمم قناة السويس شركة مساهمة مصرية. تش دي اللي هي تسقيف الجمهور. وفي جوه قاعة بتحكي عن قصة الزعيم جمال عبد الناصر وازاي أمم القناة وأسرار تأميم القناة. وده طبعا بتحكيه هولوجرام تحفة موجود جوه، هتستمتعوا بيه جدا جدا. ازاي هو كان تحت ضغوط قوية، وازاي هو أمم القناة، وايه اللي خلاه أمم القناة، وهتعرفوا أسرار جوه كتير جدا في القاعة دي. برضو في قاعة جوه مهمة جدا للخديوي اسماعيل، ازاي هو برضو كان ماشي مع القرارات بتاعت حفر قناة السويس، وازاي كانت العلاقة بينه وبين ديليسيبس، وخطاب جميل بينه وبين ديليسيبس في الهولوجرام اللي جوه. بتتفرجوا برضو على قاعة عرض تحفة بصراحة. انا الحاجات الهولوجرام ديت بتبهرني، وازاي بتدينا المعلومة بصورة بسيطة يعني. كمان من ضمن القاعات اللي جوه قاعة جميلة لطيفة جدا فيها الاحتفال بتاع قناة السويس، الاحتفالية، وازاي كانت الاحتفالية كانت اسطوري، افتتاح اسطوري للقناة. وكان طبعا بحضور طبعا اوجيني مرات امبراطور فرنسا نابليون بونابرت، وازاي الملوك كلهم جم. وكمان المصاريف اللي اتصرفت حوالي 1.5 مليون جنيه في الوقت ده انفقها الخديوي اسماعيل. طبعا مبلغ ضخم، ميزانيات دول وقتها كبيرة. كمان في بقى عرض كده لطيف لأوبرا عايدة اللي عرضت جوه الافتتاح، وطبعا الاحداث بتاعتها ومين اللي الفها وكان لها قصه برضو كده هتعرفوها جوه لطيفه. المهم ان المتحف جوه متقسم لقاعات، كل قاعه بتحكي قصة في زمن معين لشخص معين له أثر في حفر قناة السويس. المتحف من الأماكن اللي أنا برشحه لكم بقوة إن انتوا تزوروه لما تزوروا مدينة الإسماعيلية. وطبعا مدينة الإسماعيلية أصلا فسحة جميلة وسهلة ولطيفة كده، تروح كده تركب مركب وتروح تاكل مانجا وتعمل رحلة كده في بحيرة التمساح. وبصوا الإسماعيلية مدينة خفيفة ولطيفة جدا جدا، هواها مريح زي ما بيقولوا. بتمنى ان انتوا تزوروا الإسماعيلية وتزوروا المتحف. ما تنسوش، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا بالقناة. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير وبكل خير دايما. باي باي.